السادسة اللي ممنوعة إيه هي المرأة الزائدة على العدد المرخص به شرعا. سورة النساء الآية الثالثة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شوف ربي سبحان الله، يا رب الله، تعدد الزوجات. نقول لكم بلي موضوع يثير كثير من الكلام، ولكن العلاج نتاعو راه في كلام ربي وكلام النبي برك. باش واحد يخدم مخو يبدا يجتهد وكذا زعما يقول لك واش هذا بوليغامي، واش ما تعدوش يا خويا. علاه هذا كلام ماهوش علمي، كي تقول هذا الكلام غلط. اقرا ما قاله عقلاء الدنيا، خاصة عند الحروب والفتن كما حصل في الحرب العالمية، في الحربين العالميتين يعني الأولى والثانية. هذه الحروب التي حصدت الرجال الكثيرين، بعدين المجتمع عاش نوع من اللا توازن، عدد النساء أكبر بكثير من عدد الرجال. وما أذكره في هذا الباب في مؤتمر المؤتمرات في ألمانيا، الدكتور محمد يوسف موسى رحمه الله دار محاضرة في المجتمع الألماني تحت عنوان نظام التعدد حل للمشكلة الألمانية. وجب التعدد. كي نكمل المؤتمر النتيجة داروا توصية بتطبيق نظام التعدد كما هو في الشريعة باش ألمانيا تخرج من هذه الأزمة الاجتماعية الكبيرة. العقلاء يقولون ذلك وعلماء الاجتماع كثير، والوقت لا يسمح باش نفصلوا في هذا المجال. غادي ربي الناد يجوز يوم ديال المربعة ثلاوين، يجوز ما قلتش يجب، يجوز مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. طبعا في أحكام خاصة بالتعدد، ليس هذا موضوعنا باش نفصلوا فيها. ماشي ربما واحد مع الزوجة الواحدة ما قدرش يقوم بها وكذا إلى آخره ويقوم بواجباته، يروح يزيد زوجة ثانية وبالك يزيد زوجة ثالثة ويهرد كاع الدعوة. أبري الناس يقولوا هذا هو الشريعة، هذا هو الإسلام. الإسلام ماشي هذا الإنسان هو اللي غلط. ولا يجوز نقلا ولا عقلا أن يؤاخذ الإسلام بجريرة المسلمين. أخطاء المسلمين تحملوهم والسلام عليكم. غادي ولا قرا الحسب الإسلام الأخطاء غنولي يدين سلم يهرديتك من بعد سنقر ولا هذا هو الإسلام. ولدي مشاكل، هذا كلام لا يقوله عاقل. لذلك الكثير من الانتقادات الآن التي نستقبلوها الآن في عالم اليوم لا معنى لها، كلام فارغ لغو هكذا. يا خويا خير إن شاء الله، علاش ما توزنش الأمور بالميزان؟ لكن إذا تخلف الميزان وقع الظلم والدمار. في غادي نغيث مثلا وها ربي أمذان نطوث يوث، ولكن ما إلا يخدم تعدد قد يخدم العدل. العدل المادي، العدل في المعاملات، في السلوك. إذا كان في المشاعر هذا أمر لا يستطاع. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، يعني كتاب السنة يا سعدنا. يعني ربما كي نموتوا ما كاينش حاجة ندموا عليها ولم نتمتع بإسلامنا كما يجب. فرصة راحت، نعمة كبيرة. ماشي هذه نتاع الأراضي والعمران والطوموبيلات والدراهم والماكلة هذا كله، لكن هذه النعمة الكبيرة ربي اسمها نعمة. سورة المائدة الآية الثالثة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي ثمثن أثنى ثقي التعدد ثمس. المرأة الزائدة إذا واحد عنده 4 نساء ما يقدرش يتزوج الخامسة مؤقتا. لو كان واحدة تموت ولا تطلق يجوز باش يتزوج الأخرى. المهم لا يتجاوز عدد 4. هذه هي إذن ثقي الحالة السادسة.